السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه النهارده هنعمل لكم صينيه بطاطس النهارده بطريقه سهله جدا جدا جدا. طريقه امي الله يرحمها يا رب. هعملها لكم النهارده ني في ني. احنا هنجيب البطاطس وهنجيب الفراخ وهنجيب البصل، تتبيله كده خفيفه للفراخ بس. مش هنولع البوتاجاز خالص. حلوه قوي في الصيف ان انت تعملي كده، تقومي من النوم تعملي كده حاجه خفيفه كده وتحسي ان مش واخده منك مجهود. تتغدي كده غدا خفيف وجميل جدا جدا جدا. صينيه البطاطس من احلى الاكلات، وطبعا كل واحد ليه طريقه فيها. دي طريقه امي ني في ني، كل حاجه نيه، بس انا بتبل الفراخ تتبيله خفيفه كده واوريها لكم. بصي الفراخ مستويه ازاي وعامله زي المشويه، انت بتحطيها فوق الفراخ اكنك بتاكلي صينيه بطاطس وفراخ مشويه في نفس الوقت. اوريكم بقى نعملها ازاي. احنا دلوقتي هنجيب بصلايه الاول نقطعها ناعم قوي، ناعمه جدا جدا جدا، ومعاها معلقه صلصه او قطايه او طماطمايه اللي عندك. قطعتها ناعم خالص كده اهو. وجايه بقى ايه بهارات، معلقه فلفل، معلقه كمون، معلقه توم باودر، بصل باودر. وعندي طبعا البطاطس اللي انا مفرزاها تحفه في صينيه البطاطس، لان طبعا مش محتاجه ان انت تحطيها على البوتاجاز، جميله جدا. انا دلوقتي بنعمل البصل قوي. طبعا انا على الفراخ وغسلاها ومنضفاها، وبقطع بصل تاني بقى ايه شرايح، عشان دي هحطها مع البطاطس. ما انا بجيب القطعه اقطع البصل اتنين، يعني البصل الشرايح اهو، وبصل الناعم اول اللي هتبل بيه الفراخ. مش هقعدها في التتبيله كتير عشان ما تحاولش تخلي السائل ينزل من الفراخ، انا عايزه ينزل على البطاطس. بجيب بقى البصل اللي انا نعمتها، احط عليها في الصينيه اللي انت هتعملي فيها، بحط عليها البهارات، بدعكها دعك كده عشان تخش جوه البصل. واللي وصل لحد هنا يا جماعه يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك ويجرس ويفعل الجرس. بتلخبط لما يفعل الجرس دي. يلا. والمهم ندعك البصل الاول بمعلقه الطماطم، واحط بقى حبه خل صغيرين قوي. بطعم البهارات دي ريحتها خطيره. ما عندكيش خل نص ليمونه. بجيب بقى الفراخ اللي انا عايزه احطها على وش الصينيه بتبلها. انا جبت السكينه وشرختها كده بس، يعني بعد ما اتقطع الفيديو. تبلتها بقى الفراخ كلها، الكميه كلها. طريقه سهله جدا جدا، انتي بتجيبي الصينيه وتعملي فيها كل حاجه، اسهل ما يكون. اهو تبلت الفراخ كلها، تبلت الفراخ اكنها هشويها، لان يعني بحطها على وش الصينيه بتبقى طعمها خطير. دلوقتي بقى هجيب البصل اللي انا قطعته شرايح كله، احط عليه شويه فلفل اسمر بس كده، واديله ايه دعكه كده بس بسيطه. مش هتبله، لا ادعكه بس. ايوه، لان طبعا انا متبله الفراخ بالملح والبهارات كلها، فكل دوت هينزل على البطاطس. انا دعكت اهو البصل اهو بشويه فلفل اسمر، عشان لما تيجي تاكلي صينيه البطاطس ما تحسيش ان البصل ني. كل حاجه ني في ني. بجيب بقى البطاطس. طبعا البصل انا مفرزاها في التلاجة، تحفه يا جماعه، تحفه جدا، جميله. يمكن احلى ما تقطعي بطاطس فريش، لان طبعا انت واخده، انت بتحطي البطاطس الاول على البوتاجاز بتاخد غلوه عشان تحطيها في فرن البوتاجاز. دي لا، انا حاططها على طول في الفرن على طول، لان هي يعتبر نازله في ميه سخنه، فيعتبر هي مستويه سنه، فما خدتش على البوتاجاز حاجه. انا حاططها على طول في الفرن. وطبعا وقت البطاطس غلي دلوقتي، يعني انا كويس ان انا كنت جايبه شويه بطاطس وخزنته وهو نفعني. بصي بقى مفرزه ازاي، انا بقى بفرطها من بعضيها وارصها في قعر الصينيه كلها. واجيب بقى الفراخ ارصها على الوش واحط عليها الصلصه بس. ما تحطيش اي ملح ولا اي حاجه غير لما تدي غليان في الفرن وتدوقي ملحها، عشان انت بتتبلي الفراخ تتبيله تمام، عشان ما تملحيش الحاجه بتاعتك. تفتحي عليها كده وتاخدي شويه جوسي منها كده وتدوقيهم، لقيتيهم عايزين ملح حطي، بس هي محتاجتش، لان انا كنت حاطه معلقه ونص كده، معلقه شاي ونص صغيره. وبجيب على وشها الصلصه، وبجيب برده فلفل كده اخضر بقطعها على الوش. بتبقى صينيه بطاطس تحفه تحفه تحفه. هتعملوها وتدعوا لي والله ان هي نايف ناي كده، وما وقفتيش، انت وقفتي يا دوبك 5 دقايق. وفلفل برده مفرزاه، انا عندي كل حاجه مفرزه وقطعته لانه بيسد على طول. واحطها بقى في الفرن واتفرجوا عليها بقى لما تطلع جميله. احط عليها حبه زيت على الوش كده،
يلا يعني دلعي الصينيه كده. بص بقى، ما طلعت عملت جنبيها شويه ملوخيه، طبعا عارفين ان انا بشيل القشره في الفريزر، وعملت رز ومخلي بصي غدوه خفيفه وجميله، وما خدتش حاجه، يا دوبك وقفت حطيت كل حاجه ناي كده وعملتها.